اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنتكلم عن تليفون هواوي واي 5 2017، وهو تليفون من التليفونات الجديده اللي هواوي نزلتها في فئه واي، وهي الفئه الاقتصاديه اللي بتنزلها شركه هواوي. خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عليها هي تصميم التليفون زي ما احنا شايفين بيجي بهيكل مصنوع من البلاستيك، والظهر بتاعه عليه زركشه كده بتدي للتليفون شكل وملمس كويسين. التليفون الظهر بتاعه قابل للازاله، ولما بنشيل الظهر بنلاقي ان احنا ممكن نركب على التليفون 2 سيم كارد زائد ميموري كارد، ودي حاجه احنا بنشوفها كويسه جدا. تعالوا نشوف الوصلات والفتحات الموجوده في التليفون. لو بصينا على التليفون من قدام هنلاقي فيه هنا فتحه السماعات والكاميرا الاماميه، وفيه فلاش للكاميرا الاماميه، ودي حاجه كويسه. من على اليمين هنلاقي فيه الباور بutton، وفيه الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه، ومن على الشمال فيه الايزي كي، وده هنتكلم عليه كمان شويه. اما من فوق فيه فتحه السماعات، ومن تحت في فتحه الشاحن، وفي السبيكر او السماعات بتاعه التليفون. طيب دلوقتي هنتكلم على الايزي كي. الايزي كي ده عباره عن زرار موجود عندنا في التليفون، واحنا بنقدر نعمل له كونفيجريشن او بنقدر نظبط ايه اللي هيحصل لما ندوس عليه. وبيدينا الحقيقه 3 اختيارات: ان احنا ندوس عليه مره واحده، او ان احنا ندوس عليه مرتين، او ان احنا نهولد او نفضل دايسين عليه. وكل حاجه من الحاجات دي بنختار احنا عايزين ايه اللي يحصل لما بنعملها. تمام. فاحنا مثلا اخترنا هنا ان احنا ندوس مره واحده يفتح الكاميرا، مرتين فلاش، لما نعمل هولد يعمل سكرين شوت. فتعالوا نجرب كده. مره واحده دلوقتي فتح الكاميرا زي ما احنا كنا قايلين، مرتين فتحت فلاش، ولما بنعمل عليه هولد او بنفضل دايسين عليه بيعمل سكرين شوت. موبايل واي 5 بيجي بشاشه 5 بوصه اي بي اس ال سي دي بدقه 720 بي، وكثافه البكسلز بتاعته 294 بكسل لكل بوصه، ومعلوش طبقه حمايه جوريلا جلاس، وده يعتبر الحد الادنى لشاشه هاتف ذكي. لكن ادائها كويس في مشاهده الفيديوهات ومش هنحس بمشكله. لكن لاحظنا واحنا بنقلب في فيسبوك ان استجابه التاتش احيانا بتكون تقيله شويه، وبالنسبه للسطوع في الشمس فكان اداؤه معقول. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تك رباعي النواه بسرعه 1.4 جيجا هرتز، مع رامات 2 جيجا بايت وذاكره داخليه بسعه 16 جيجا بايت. بيكون فاضل فيها حوالي 7 جيجا بايت بعد ما السيستم بياخد المساحه بتاعته، وطبعا احنا شايفين ان دي مساحه قليله جدا للاستخدام دلوقتي على التليفون. بس مع العلم طبعا ان احنا معانا ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. مع تجربه لعبه زي اسفلت اكستريم مثلا لاحظنا ان معالج الرسوميات ضعيف، لكن اداء اللعبه ما تاثرش قوي. لكن طبعا التليفون سخن مننا لما لعبنا اللعبه لفتره طويله. بالنسبه لنظام التشغيل، فالتليفون بيجي بنسخه تشغيل اندرويد 6 او اندرويد مارشميلو، تمام، بواجهه مستخدم ايموشن يو اي 4.1، ودي مش احدث واجهه مستخدم موجوده من شركه هواوي. لكن طبعا احنا مش بنتكلم بفئه سعريه عاليه، فتمام دي حاجه مفهومه. وهي برضو زي واجهه المستخدم اللي احنا متعودين عليها من هواوي، ان احنا نلاقي الابلكيشنز كلها موجوده عندنا على الهوم سكرين، مفيش اب درور، وهنا في النوتيفيكيشنز، وهنا بنلاقي الشورت كاتس، نفس اللي احنا متعودين عليه، على اختلاف بسيط بينها وبين واجهه المستخدم الاخيره 5.1. حاجه كمان ان التليفون ما فيهوش مستشعر جيروسكوب، بمعنى ان احنا مش هينفع نشغل عليه نظارات الواقع الافتراضي، ودي حاجه برضو مفهومه في الفئه السعريه دي. وكمان مش بيدعم الاو تي جي. كاميرا التليفون الخلفيه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، وفيها دور فلاش او فلاش مزدوج، وفتحه عدسه 2. تمام. وزي ما احنا شايفين هي الانترفيس اللي احنا متعودين عليها من هواوي، ان احنا لما بنقلب هنا بنجيب البيوتي مود، هنا الصور العاديه، وهنا الفيديو، واخر حاجه هي التايم لابس. تمام. ودي بنعتبرها اكتر واجهه للكاميرا هواوي بتستخدمها تكون فريندلي شويه او سهله وبسيطه. هنا الفلاتر الموجوده في التليفون اللي احنا بنختار منها، في فلاتر كويسه بصراحه. تمام. هنا الفلاش، وهنا الزرار اللي بينقل بين الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. ولو دوسنا هنا هنلاقي فيه المودز المختلفه للتصوير الموجوده، زي البانوراما والاتش دي ار واكتر من حاجه. وهي طبعا مش مودز كتيره مثلا زي الموجود في واي 7، ولكن ده تليفون طبعا سعره اقل من الواي 7. هنا السيتنجز او الخصائص بتاعه التصوير، والكاميرا يعتبر ادائها معقول. طبعا هي مش احسن ميزه موجوده في التليفون، لكن يعتبر ادائها معقول الى حد ما، وفي الاضاءه القليله ادائها ما كانش كويس. دلوقتي هنتكلم عن الكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل، وبرضو عليها نفس الانترفيس بتاعتنا، ان احنا لو قلبنا هنا تايم لابس والفيديو والتصوير وهكذا، هنا بيجيب لنا السيتنجز اللي هي اقل طبعا من الموجوده في الكاميرا الخلفيه. وبنلاقي ان هي بتاخد صور سيلفي بجوده مش عاليه قوي يعني. تمام. زي ما احنا قلنا التليفون ده الكاميرا مش هي اهم ميزه موجوده فيه.
بطارية موبايل هواوي واي 5 بتيجي بسعة 3000 ملي امبير، وهي ساعة كويسة استمرت معانا لمدة يوم كامل مع استخدام للشاشة او سكرين اون تايم حوالي 5 ساعات، وهي مدة كويسة جدا وتعتبر من مميزات التليفون، خصوصا ان التليفون زي ما احنا شايفين فيه تفعيل لوضع توفير الطاقة، ولكن التليفون مش بيدعم خاصية الشحن السريع. ده كان تقييم تليفون هواوي واي 5 2017. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا علشان يجيلكوا كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.